دراما جديدة، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية في هذا الفيديو راح يكون مع نور ستارز وآسو، فالجمهور علق على انه هنن شافوا انه في دراما جديدة بينهم، واللي صار انه آسو راحت لمهرجان كان السينمائي، وحكت آسو انه هي اول يوتيوبر عزموها للمهرجان لتظهر نور ستارز بعدها في ستوري، وحكت انه هي اول شخص واول يوتيوبر عربية اندعت لمهرجان كان السينمائي بمجهودها وتعبها، وانه المهرجان شافوها انه هي تستحق انه تندعي له. اضافت نور في حديثها انه في فرق كبير انه تكوني مدعوة من طرف مهرجان كان السينمائي وانه تروحين هيك عادي بدون دعوة، حالك حال الباقين. وتوقع الجمهور انه نور تقصد آسو التي ظهرت مؤخرا في مهرجان كان، وحكت انه هي اول يوتيوبر تمت دعوتها الى هناك. واضافت نور في حديثها في هذا الستوري انه صعب انك تندعين للمهرجان لانه هذا تقدير على جهد وتعب، وانهم قدروا هذا الشيء وشافوك انه تستاهلين فرصة تكوني مدعوة للمهرجان. واضافت نور انه هي اول حدا قنعهم بمجهودها لتكون في مهرجان كان السينمائي وتمت دعوتها. ايضا من جهة اخرى فانا صالة فاميلي ايضا كانوا متواجدين في مهرجان كان السينمائي. تعرضت أصالة لتعليقات كثيرة وصفها البعض فيها انها شايفة حالها بعد عمليات التجميل وصارت متصنعة. فما رأيكم بخصوص هذا الخبر ده؟ حبيتوا الفيديو اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس ليصلكم كل شيء جديد عم نزله. بحبكم كتير.